السلام عليكم. اليوم مع وصفات والدكم بوصفة ميني مسمنات محشيين مالحين تحفة بلا عجين غير بالديود، ويعني يطيبوا غير في الطاجين ويطيبوهم في المقله، يعني ماشي مقليين. شوفوا معنا هذيك يعني الشكل تاعهم بزاف يشهي، هذاك الاحمرار هايل. شوفوا كيفاش يجينا، ما يجوناش مزيتين. يلا تبعي معايا للاخر تكتشفي الطريقه كيفاش حضرت هذه الوصفه تاع نهار اليوم. اول حاجه نبدا بها، عندي هنا مقله درت فيها شويه تاع الزيت وحبه تاع بصل اللي كنت قطعتها رقيق، ونخليها تقلى مليح على الاقل هكذا يدخل لها بيض. لما تقلى لي هذاك البصل، عندي هنايا نص صدر تاع الدجاج اللي كنت طحنته، نديرو هكذا يطيب مع البصل. اذا نفتحو مليح هكذا بالمغرفه هكذا باش يطيب لنا مليح مليح. الدجاج هذاك راه يطيب، راح نتبلو، نديرلو شويه نتاع فلفل الكحل، نزيدلو شويه نتاع توابل الدجاج، نديرلو هكذا شويه توابل الدجاج. هنا الحشو اختياري، ديري واش حبيتي. انا درت صدر تاع الدجاج، انت ديري تقدري ديري مثلا ديري زروديه مسكرفجه، ديري شويه فيونداشي. انا واش عندك ديري كورجات دي سكرفجيها، شويه نتاع الملح، نكمل له الطياب نتاعو. في الاخير ندير لهم شويه نتاع المعدنوس، ونزيد لهم كميه نتاع الفرماج اللي عندك، بورسيون قطري اللي عندك، اي فرماج ديريه. دوك هنا الفرماج كل واحد على حسب الذوق تاعها، اللي تحب تكثر اللي تحب دير غير شويه. يلا هذا نخليهم يتجمروا مليح ونطفي عليه. بعد نجهز خليط راح نغطس فيه الورق تاع الديول. هنا واش عندي بيضه كامله، راح ندير له ربع كاس نتاع الزيت مع كاس الا ربع نتاع الحليب هكذا، ونخلط كلش مع بعض. دونك هنا كديري كميه اكبر خليها بيضه كامله، وديري نص كاس زيت وكاس حليب. اذا نخلطهم مليح. انا واش ندير، عندي هنا ورق تاع الديول، اذا نحكم الورقه تاع الديول نغطسها فيه هذاك السائل اللي درتو تاع البيض والحليب والزيت، نهبطو كامل هذاك الزائد ما نخلوهش. نحط الورقه هكذا، ندير الحشو في الوسط، نزيد عليه قطعه تاع فرماج، ما نديرهاش كامله ولا خلي نديروها كامله. يلا نغلق عليها كيما نحبها تاع نسمن هكذا. ندير هذا من الطريقه من هذه الجهه، من بعد ندور وهذا الجهه نطويها من هذا الجهه. وعلاش؟ باش ما يجوناش رقاق بزاف. ها هو المربع معنا، نزيد وحده. اذا ها هي الكميه اللي حضرتها، ندير مقله ولا طاجين يسخنوا ونبداو نطيبوا فيها. اذا بعد ما سخنت المقله اللي عندي، ندير لها غير شويه تاع الزيت، نرشها بشويه تاع الزيت هكذا، ندير لها مسحه بالبانسو، ما نكثروش هكذا باش تجينا كيما البنه تاع المسمن، ونبدا نطيب فيهم. اذا نحط الحبات، اذا من بعد نقلبهم من الجهه الاخرى. هكذا شوف كيفاش طابوا كانهم مسمن فاخسي معمر بهذه الطريقه. اذا نبقى نقلب فيهم حتى يتحمروا لي مليح مليح من الجهتين. من بعد ما طابوا شوفوا كيفاش تحمروا، نحيهم ونكمل نطيب الحبات اللي بقاو لي. دونك كل واحد يدير كما يحب على حسب افراد العائله ولا كيما شحال راكم. اذا نكمل نطيب اللي بقاو لي ونرجع لكم.
الوصفه تاع نهار اليوم ها هي معنا واجده ميني مسمنات محشيين. كان سبق ودرت لكم يعني وصفه مشابهه اللي هي محاجب بالديول، هذه عندها زمان اكثر من 7 سنين، هذاك واحد يعني منذ افتتاح القناه عندها واحد 7 سنين ولا 8. واليوم جيتكم بهذه الوصفه. هادو تاني طيبوا غير في الطاجين ودرناهم صغار، شوفوا شحال جاونا هايلين وما يجوش يعني ما يجوش مزيتين. راح نقسم لكم حبه اذا باش تشوفوها عن قرب كيفاش جاتنا. ها هي الحبه تاعنا كيفاش جاتنا. الحشو يبقى دائما حسب الاختيار. اذا نقسموا حبه راهي مازالت سخونه ما نقدرش نقسمها. يلا نجيب وحده شويه بارده. يلا نجيب هذه. اذا بسم الله هذه ومازالت سخونه. شوفوا لي داك القلب تاعها كيفاش جات هايله والله، كانما عجنت ودلكت وخدمت. ها هي معنا. ما عليكم غير تجربوا الوصفه، اكيد متاكده انها راح تنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.